السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيهاب بيبو رجع لكم تاني في الإجابة بتاعت السؤال الأخير. وأنا هبدأ إن شاء الله، ما نزلش أسئلة تاني لأنها بصراحة أصلا مش عاجباني. أنا هتكلم عامة على طول، مش هسأل أي حد. أنا هخش كده أضرب في الوش، مش هقول معلش على أي حد بعد كده، لأن أنا إجاباتكم ديت كلها أنا يعني عجباني وكل حاجه، بس المشكله ان انتوا مش عارفين تجاوبوني. فانا هديكم الاجابه بدل ما تتعبوا انتوا وتقعدوا تجيبوها. لان انا دلوقتي انا هقول لك بقى الفكره في النقطه اللي انا قلت لك عليها، ان لو واحد ما بيحبكش تروح تتلزق فيه، وواحد بيحبك تحاول تتهرب منه وتبعد عنه. ديت هقول لك بقى فكره ان واحد ما بيحبكش وانت تروح تتلزق فيه، هو لما بيبعد عنك انت بتاخد بالك وبتلاحظ ان هو بعد عنك، فانت قلبك وعقلك عايز تعرف ايه السبب. ايه السبب ان هو بيبعد عنك، فبتحاول بتتعلق بيه وبتحاول تعرف عنه كل حاجة عشان تعرف هو ايه السبب اللي خلاه يعمل كده، ان هو بعد عنك. اما بالنسبة للانسان اللي هو بيحبك، فانت بتبقى خلاص يعني اتعودت عليه، خدت عليه في اسلوبه، في تصرفاته، في تعامله مع الناس، فبقيت تتكلم معاه كتير، فبقيت ايه يعني زهقان منه. او يعني بعد ما خدت يعني المصلحة، لو كان ليك عنده مصلحة بتاخدها منه وبتبعد عنه بعد كده. فبيبدأ الانسان التاني برضك نفس الكلام يتعلق بيك، ويبدأ ما يعرفش ايه السبب ورا الكلام ده كله. بس انا عايز اوصل للناس نقطة، ان الانسان اللي بيبعد عنك ده انسان مش كويس، عشان محدش يعلق نفسه بحد ولا حبال دايبة ملهاش عازة. دي نقطة حابب ان انا اوصلها للناس، وبالذات وبالاخص جدا للبنات. البنات اللي بتتعلق بالشباب وبأقصى سرعة ومن غير اي اسباب، بتكون اتعلقت بيه وما تعرفوش اصلا. يعني واحد بيطلع في فيديو ولا حاجة، تروح تتعلق بيه وتحبه. واحد بينزل صور على الفيس، تروح برضك تتعلق بيه وتحبه. طب ايه السبب كده؟ ليه السبب ده؟ وليه الطريقة دي؟ فحاولوا يا جدعان، حاولوا تتجنبوا الحوار عشان الحوار ده مش كويس. السلام عليكم، إيهاب بيبو كان معاكم.